ايه رأيكم بقى يا جماعة في طقم الجبس دوت؟ شايفين كوبايات الشمع والمبخرة والتكنيك بتاع الرخام، وكمان ازاي حطيت عليه الفينيل للكتابة بتاعت الاسامي. تعالوا نشوف عملناه مع بعض ازاي. طبعا ايه الحاجات اللي هنحتاجها؟ هنحتاج كوباية فيها مية، كوباية فيها جبس، كوباية فاضية عشان نخلط فيها، وكمان الفازلين والوان. دي مركزات الالوان، وتقدروا تستخدموا اي الوان تانية انتوا عاوزينها، وتقدروا ترجعوا للفيديو بتاع تجارب الالوان مع الجبس. وده الفيديو تقريبا ال19، فانتوا عندكم 18 فيديو قبل كده تستفيدوا منهم جدا لمشروع الجبس. الكوبايه البلاستيك دي هنستخدمها في الصب، وهنستخدم القالب اللي قدامكم، وتعالوا نبدأ نخلط. خلاص، اول حاجه هعملها ان انا هجيب الكوبايه الفاضيه بتاعتي اللي هخلط فيها، بحط اول حاجه كميه الميه، بعد كده ببدا احط عليها كميه الجبس اللي انا محتاجاها. انا هنا هخلط معاكم النسبه بتاعه 2 ل1، يعني معناها 1 ميه مقابل ليها 2 جبس. خلاص، في معيار تاني انا كنت عملته لكم اللي هو الخليط الخفيف والخليط التقيل. ده الخليط التقيل اللي انا هشتغل عليه. خلاص، لما بنحط الميه بنبدا نرش عليها الجبس كده، مش نروح دلقينه كل مره واحده، لا، رشوه كده واستنوا لما الحبيبات بتاعته كده تنزل، وتبداوا بعد كده تقلبوا. خدوا بالكم من حاجه، ان الجبس يا جماعه بيجف بسرعه قوي، ما ينفعش ان احنا نسيبه بقى ونسرح، لا، مهم قوي. هنا اللي انا بعمله ان انا جبت الفازلين، وهدهن الكوبايه البلاستيك دي من جوه فازلين عشان اعرف اصب فيها واطلع. انا في الفيديو دوت هوريكم ان احنا هنصب في الغطا العلبه الاخضر اللي قدامكم ده، وكمان في الكوبايه البلاستيك، وكمان في القالب السيليكون. فاللي ما عندوش قالب سيليكون يقدر يجيب اي كوبايه بلاستيك. ده احنا عملنا مع بعض اساسا فيديوهات على كنزات البيبسي والسيفن، تقدروا تعملوا منها تصبوا فيها. المهم ان مفيش حاجه توقفكم خالص. واللي انا عملته ان انا خلطت الجبس بتاعي، رحت حاطه نقطه من الاسود زي ما انتم شايفين وقلبتها. طبعا النقطه دي لو بسيطه هتطلع معاكم شكل، ولو النقطة دي كبيرة هتطلع معاكم شكل تاني، فتوزيعة اللون دي بترجع لكم. خلاص، وزي ما انتوا شايفين كده، بعد ما انا صبيت الجبس بتاعي في الطبق، لازم اهزه كده. اي قالب هنصب فيه لازم نهزه جامد عشان نضمن ان فقاقيع الهواء طلعت منه والبابلز طلعت. وطبعا التكنيك ده، بصوا انا اخدت اللي انا صبيتهم في الكوبايه، لان طبعا لقيت الكميه اللي انا عملتها قليله على الطبق الاخضر، فقلت خلاص انا اخلص الطبق الاخضر الاول، بعد كده اعمل تاني للكوبايه. وطبعا قبل ما هصب في الكوبايه تاني هكون نضفتها. خلاص، التكنيك بتاع الرخام يا جماعه، كل ما لعبنا في اللون اكتر، كل ما ال مش عارفه اقول لكم ايه الكلمه، بس تداخل اللون بقى اكتر. كل ما كان اللون بتاعكم نقطه بسيطه وما هزيتوهاش كتير، فهيديكم تاثير رخام على واسع. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا قصدي. انا دلوقتي اهو هبدا اخلط جبس تاني علشان اصب بقى في الكوبايه. شايفين الكوبايه اهي انا نضفتها خالص، وطبعا دهنتها كمان فازلين عشان اقدر اصب فيها. خلاص، بعد ما قلبت الجبس بتاعي حلو، هجيب برضو نقطة من الاسود واحطها. تقدروا تستخدموا الوان اكريليك، او دي هي دي مركزات الوان، الصراحة نتيجتها اقوى. شايفين انا صبيت في القالب وصبيت هنا اهو. ولما لقيت ان اللون بدأ يخف شوية في الخليط اللي تحت، عادي قبل ما اصب بقية الكوباية رحت حاطة فيها نقطة اسود تاني، ورحت مقلباها. هتدي معانا النتيجة حلوة قوي، ما تخافوش. خلاص، خلطت حبة جبس تاني لان الكمية كانت لسه عايزة، وبدأت احطهم اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا بقى الجوانتي اتعك والدنيا اتعكت، فمفيش مشكلة. بس عشان كده مهم جدا تبقوا لابسين. وطبعا شايفين ايد بنتي كده داخلة خارجة معانا في الموضوع. طبعا عشان تبقوا عارفين ان مهم جدا لما نيجي نشتغل بالجبس نبقى لابسين جلافز، عشان ايدينا الجبس كمان بينشفها ويخشنها. اللي انا عملته هنا ان المصفى بتاعه المبخره اللي انا دايما بحملها في كل القطع دي، دهنتها بالفازلين وحطيتها علشان اضمن ان في مكان، ونسيبهم ينشفوا. هنا بقى بعد ما نشفوا تعالوا نشوف النتيجه عامله ازاي. طبعا احنا نقدر نفتح يا جماعه خلال، بصوا شايفين توزيعة اللون حسب هو كان في الكوباية مسود قوي ولا مش مسود. هي دي اللي بتبين عندكم الفروقات دي. اوكي، بصوا هنا كمان هيطلع معايا بسهولة علشان الفازلين اللي احنا حطيناه.
بصوا اهو الطبق طلع فيه، شايفين الزيادات المبوزه على الجناب دي؟ ما عجبتنيش الصراحه، بس انا عادي، انا هشيلها بالقطر وهصنفر مكانها وهظبط الدنيا خالص. المصفى دي يا جماعه انا حطاها دايما ايه لما باجي اعمل اي حاجه بشتغل عليها، على اساس ان هي اوريدي حصل فيها زي صدى شويه، فخلاص انا ما بخليتها بس حاجه اقدر اعمل بيها مقياس او مكان. وباي بقى ابره او مسمار او دبوس او كده، لما هتدخلوا في الحته دي في النقط بتاعه المصفى هتقدروا تطلعوها، غير ان احنا طبعا دهنينها فازلين خلاص. والجزئيه اللي في النص دي انا بعد كده هصنفرها وهنعمها خلاص. طبعا ما تتخضوش من المنظر والسواد اللي احنا بقينا فيه ده، بس شايفين بخبطات بسيطه وطلعت كوبايه حلوه جدا جدا، عجبتني قوي والتاثير طلع حلو. وطبعا يا جماعه طالعه ناعمه جدا من الجناب. هي هتحتاج مني بس صنفره فوق. وبصوا ما حطيت الكوبايه، بصوا شكلهم حلو ازاي دول كده، ولا تفنشوا ولا تشطبوا ولا حصل لهم حاجه. هنبدا نشطب ونفنش ونشوف الكتابه وهنعمل كل التفاصيل دي مع بعض، بس خليكم معايا وكملوا الفيديو. هنا هصب واحده تانية، كوبايه تانية، علشان هو كان اوردر عباره عن كوبايتين جبس والمبخره والطبق بتاعهم او الصينيه بتاعتهم او زي ما انتوا هتحبوا تسموها. انا جيت هنا هبدا اصنفر. لما بنيجي نصنفر بصوا هشيل الزياده اللي مضايقاني دي، شايفين؟ لما هتيجوا نصنفر يا جماعه تقدروا تصنفروا بالصنفره الورق انعم درجه، او عن طريق السفنجه الصنفره بتدي كمان نتيجه حلوه قوي، مع كمان ميه علشان خاطر ما يطلعش عليكم الغبار من الجبس. وكمان الطريقه دي هتطلع معاكم نتيجه افضل بكتير خلاص. تقدروا تصنفروا اللي انتوا عاوزينه. حابه اقول لكم برضو ان لما انتوا تكونوا بتشوفوا الفيديو دوت، انا هكون الفيديو ده يا جماعه متصور قبل الولاده، وعلشان خاطر طبعا بعد الولاده الموضوع البيبي لسه في الاول، ولسه الواحد صعب قوي ان هو يشتغل ويصور والدنيا دي كلها، فانا مش حابه ان انا اتاخر عليكم خالص، فعشان كده مصوره الفيديو دوت قبل الولاده علشان خاطر ما اتاخرش عليكم في الفيديوهات، لغايه ان شاء الله لما اشد حيلي واقدر انزل لكم فيديوهات جديده، وكمان يبقى في بث مباشر ويبقى في حاجات، ونرجع بقى لايام زمان ان شاء الله، والبيبي بقى تشاركنا كمان في الفيديوهات ان شاء الله. خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا بدات اصنفر الشكل. انا الصراحه بحب ان انا استخدم القطر، بيسرع معانا شويه، بدل ما اقعد انا اصنفر لو في زيادات اقعد اصنفر فيها كتير. طب ما انا بالقطر اشيلها وبعد كده اصنفر صنفره بسيطه خلاص. اللي جه ظهر من شويه ده يا جماعه ده الورنيش المائي اللي انا كنت جايباه من مصر. ناس كتير بتسالني يستخدموا ورنيش ايه. انا ما فيش نوع معين عارفه ان هو احسن نوع، انا ما اعرفش خالص، انا بستخدم المتاح عندي. يعني انا الورنيش المائي ده جبته معايا مره من مصر، وعندي ورنيش مائي تاني جايباه هنا في قطر، وورنيش بيلمع، وخلاص بستخدمهم. هيخلصوا هجيب غيرهم نوع تاني وخلاص وهستخدمه. انما ايه افضل نوع، ايه احسن نوع ورنيش وكده الصراحه انا ما اعرفش خالص. فما تلتزموش ابدا باللي انا بستخدمه، لا شوفوا ايه المتاح عندكم في البيت او بيتباع جنبكم او سعره مناسب ليكم وجربوه، وان شاء الله هيظبط معاكم. بس احنا مهم جدا لما نيجي نعزل القطعة بتاعتنا نعزلها 3 طبقات، وقبل ما نحط الطبقة التانية من اي مادة بقى حسب ما انتوا هتعملوا لازم تستنوها انها تنشف كويس عشان النتيجة تبقى حلوة. بصوا انا الكوبايات دي بدأت ان انا احفر فيها شوية او اصنفر فيها بزيادة علشان خاطر الشمعة ما كانتش بتدخل فيها، ففضلت ان انا اظبط فيها لغاية ما بقت مقاس الشمعة علشان اقدر احطها جواها. القالب دوت انا كنت جايباه من موقع علي اكسبريس، وكنت عامله لكم فيديو بيه وحاطه لكم اللينكات بتاعته. لو حد عايز لينكات من موقع علي اكسبريس اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله احط لكم اللينك. خلاص زي ما انتوا شايفين احنا صنفرناهم كله. تعالوا بقى نبدا نعزل. فانا هعزل بدوت اهو. بصوا تحسوا ان في لون زرقان، اللون ده يا جماعه مش موجود. انا كنت حطيت بزياده شويه مع بقى الاضاءه بتاعه الرينج لايت مع التصوير، ما اعرفش ايه ده كده يعني، بس اللون دوت هيمشي. كده كده الورنيش المائي طبعا بيدي في الاخر تاثير شفاف، بس اللي معايا ده مات فمش هيدي لمعه. لو انا عايزه المعه بقى احط له ورنيش بيلمع.
ممكن بقى ان انتوا تعملوا بالجلاف زي كده، ودي مش الطريقة الصح طبعا، المفروض تعملوا بسفنجة او بفرشة. فالطريقة اللي تعجبكم، انا بدأت جبت سفنجة هو عملت، بس انا كنت بعمل معاكم بعد كده ايه، ظبطت الدنيا. خلاص هنعملهم كلهم ونظبط القطع ونسيبها تنشف ونرجع نعمل الوش التاني وبعد كده الوش التالت لغاية ما نضمن ان احنا غطيناها خالص. لو انتوا بقى متابعين جداد فاهلا بيكم في القناه بتاعتي، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ولو انتوا متابعين الفيديو دوت يبقى معنى كده ان انتوا بتدوروا على مشروع الجبس. مشروع الجبس يا جماعه ده الفيديو ال19، معناها ان في 18 فيديو قبل كده فاتوكم فيهم بقى اساسيات وتكنيكات وافكار واختراعات وكل حاجة عن الجبس، بجد هتفيدكم جدا، وازاي تشتغلوا بقالب وازاي ما تشتغلوا من غير قالب وازاي تظبطوا الدنيا كلها. فمهم جدا ان انتوا تشوفوا كل الفيديوهات. شايفين يا جماعة دي عبارة عن قطع معرفش اسمها، يعني فلين، لا مش فلين، يعني هي معرفش اسمها الصراحة، حاجات بتتحط تحت رجلين الترابيزات، تحت رجلين الكراسي علشان ما تجرحش الارض. خلاص انا هنا كنت بعمل الكتابة بتاعتي على جهاز الكريكت، وده انا عاملة عنه فيديوهات قبل كده على القناة، عاملة عنه فيديوهات. فانا كنت بوريكم هنا لما انا كتبت حروف الاسم، هي دي كانت بنوتة عاملة ده اوردر هدية لبنت لاختها هتتجوز، فحاطة اسمها واسم عريسها، ربنا يسعدهم يا رب. وهنا انا بعد ما قصيتها على الفينيل وبدأت ان انا افرخها علشان اثبتها على الشكل بتاعي. نرجع بقى للمتابعين الجداد اللي انا لسه كنت بكلمهم، فانتم منورين القناة، يا ريت لو سمحتوا كل حد يكتب لي انتوا بتتابعوني من اي بلد وعرفتوا عن القناة ازاي، وكمان لو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي، وما تنسوش ان انتوا تشجعوني باللايك الجميلة بتاعتكم، وكمان اشتركوا في القناة ونوروني علشان ان شاء الله في فيديوهات جامدة جدا هتعجبكم ان شاء الله، والجاي لسه احلى كتير. خلاص زي ما انتوا شايفين اللي انا حطيته دوت حاجة اسمها ناقل، بيبقى زي سوليتاب كده مخصوص بيتحط، بتتنقل عليه ونرجع نحطها. ملحوظة بقى يا جماعة، زي ما انتوا متعودين انا دايما لو عملت حاجة غلط بسيبها لكم واقول لكم الغلطة فين وازاي انتوا تتجنبوها. المفروض لما نيجي نحط فينيل كده على الشغل على الجبس ما تعزلوش يا جماعة، لا حطوا الفينيل بعد كده نبدأ نعزل. ليه؟ ان انا لما جيت اشتغل كده على الورنيش المائي ما لزقش، اولا ما لزقش، ولما جيت اشيل السولوتيب دوت ما لزقش الشغل وطلع بالطبقة بتاعت الورنيش. فمهم جدا ان احنا نلزق على الجبس من الاول خالص. شايفين انا هي كانت سريعه فانتوا شفتوش الطبقه، بس هي طلعت بطبقه الورنيش معاها. فمهم جدا ان احنا لما نيجي نشتغل حاجه زي دي لا نحطها على الجبس دايركت على طول، بعد كده نبدا نعزل فوقيها. وممكن حتى تتجنبوا الفينيل ما تجيبوش عليه العازل او تحطوا عليه ورنيش بيلمع، فمش هيتاثر ومش هيبوظ. طب انا هنا الحل المشكله دي اكيد انا يعني مش هرمي الفينيل دوت، فاللي انا عملته ان انا جبت لزق الايبوكسي بتاعي، وهو بيبقى انبوبتين بنحط منهم، هو A و B وبنحط منهم قد بعض. ونفترض ان انتوا عندكمش الايبوكسي طبعا ممكن اوهو، ممكن اي لزق تاني قوي حلو. وهحط على الكلمة بتاعتي وابدأ الزقها تاني على الكوباية او المبخرة يعني، وخلاص هتثبت ومش هيحصلها حاجة. بس من الاول تفادوا الموضوع دوت وما تحطوهاش الا قبل العزل. خلاص تمام كده، هبدأ احط القلوب وبقية الاشكال بتاعتي علشان نظبطها مع بعض. يمكن كان الديزاين عايز يكون مثلا اخف من كده، ما يبقاش فيه زحمة الالوان دي او زحمة الخطوط بتاعة الرخام. يمكن لو الديزاين كان عارفين لون سادة مع الاسم كان هيظهر اكتر، بس صاحبة الاوردر كان رأيها كده، كانت عايزة ان هو يبقى رخامي علشان لايق على شكل بيت اختها يعني. وكمان كانت عايزة الاسم، لا عايزة الاسم كمان يكون موجود فوقيه. وكمان بصوا لما حطيناه على الصينية، يمكن على الصينية هيبان كمان اكتر لان الخطوط هنا اهدى شوية. خلاص بس هو في الاخر النتيجة كانت حلوة جدا جدا، والحمد لله عجب اختها قوي، وكمان احنا انبسطنا بيه.
بصوا شكله بقى عامل ازاي. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون الفيديو كمان عجبكم. اللي عنده اي سؤال يكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش يا جماعة تشجعوني باللايك الجميلة ومتابعيني الجامدين اللي دايما في ظهري. شكرا جدا ان انتم مكملين الفيديو لغاية دلوقتي. ما تنسوش تدعموني. استنوا مني فيديو جديد. سلام عليكم.